بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل ملوخية خضراء على اللحمة ان شاء الله. طبعا احنا سلقنا اللحمة مش محتاجة يعني تعقيدات. احنا بنغلي المية وبعدين نقطع اللحمة القطعية اللي احنا عايزينها او يعني الحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده بنحطها في الشوربة طبعا تغلي. نسيبها تغلي 5 دقايق مثلا، وبعد كده نوطي عليها النار، يعني تكون النار هاديه خالص على اساس ان هي تستوي كويس، وكمان تكون الشوربه يدينا طعم حلو. لازم يكون طبعا في اللحمه حته دهنه حلوه كده علشان تديها طعم كويس، يعني زي ما بنقول كده تكون اللحمه ملبسه. طبعا نحط في الشوربه بصل، جزر، كرفس، نحط ورق لورا، حبهان، الحاجات دي كلها، وطبعا الملح والفلفل. ماشي. وبعد ما تستوي اللحمه خلاص نطفي عليها. طيب دلوقتي هنعمل بقى، نبدأ ان احنا نعمل الرز. ماشي. دلوقتي ادي المادة الدهنية عندنا سخنت. ماشي. هنبدأ بقى المادة الدهنية، يعني زيت وسمنة او زيت وزبدة، اي حاجة من الحاجات دي. ماشي. طبعا ده كده دي كوباية شعرية. طبعا احنا بنعمل الشعرية والرز على حسب عدد الأسرة او عدد الناس اللي هتاكل. ماشي. يعني لو عاملين عزومة، عاملين حاجة، طبعا بنزود الكمية. العدد كبير بنزود الكمية. الشعرية طبعا يا حبايبي يعني انتبهوا عليها شوية، لانها اول ما بتبدأ تحمر كده ممكن تتحرق بسرعة، فلازم نكون متابعينها. طبعا احنا اول ما بنبدأ في اي اكل، لو احنا عندنا لحمة او فراخ، بنبدأ طبعا باللحمة والفراخ الاول، بنسويها نعلقها على النار. بعد كده نبدأ في طبعا تجهيز الاكل بقى، لو في خضار هيتنضف مثلا ولا كده، فبننضفه على ما الحاجة اللي عندنا البروتين مثلا اللحمة او الفراخ تستوي. بعد كده بنعمل باقي الاكل. طبعا دي كده زي ما بنقول كوبايه شعريه، نحط عليها كوبايتين رز. اللي عايز بقى يزود يعني الشعريه يعمل كوبايتين شعريه مع كوبايتين رز براحته، يعني كل واحد على حسب راحته. احنا اللي هناكل محدش له عندنا حاجه. طبعا قلبنا الرز كويس مع الشعريه، وبعد كده اضفنا شوربه. طبعا الشوربه فيها ملح وفيها فلفل والحاجات دي كلها. طبعا هنزود كمان هنزود ميه، والميه تكون مغليه. لازم الحاجات دي يا حبايبي تكون مغليه، ما تكونش بارده. ماشي. وبعدين كمان نبقى نشوف كده احنا هنحتاج ملح قد ايه تاني، ندوق طبعا الملح ونشوف هنحتاج ملح قد ايه، علشان طبعا احنا زودنا ميه. ماشي يا حبايبي. بعد كده طبعا يغلي الرز كويس جدا، وبعدين نوطي عليه ونسيبه بقى يستوي براحته. طبعا الملوخيه هي متفرزه اصلا. ماشي. حطينا عليها الشوربه وهي بتغلي ان شاء الله تفك سريعا. هي اصلا انا سايباها تفك بقالها شويه، يعني ان شاء الله تفك سريعا باذن الله. يعني هي كده مش هتاخد وقت، لانها هي يعني خلاص قربت على الفك النهائي. بدأت الملوخيه تغلي. طبعا انا من عشاق الملوخيه يا حبايبي، والفيديو ده طبعا لعشاق الملوخيه الخضراء. انا احب الملوخيه الخضراء اكتر من الناشفه، يعني الناشفه ما احبهاش، انا احب الملوخيه الخضراء قوي.
هنعمل الطشه بقى يا حبايبي. الملوخيه بقت جاهزه. شوفوا الجمال والحلاوه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كده طبعا التومه اصفرت، نحط ايه الكزبره، ناخدها غلوتين كده فقط يعني، او تشويحتين، سوري، تشويحتين. ونسمع احلى طشه. بسم الله، الله على السمع وعلى الريحه وعلى الجمال. طبعا انا قلبت شويه ملوخيه هنا علشان اخد كل الايه الطشه اللي موجوده. مش بحط الطاسه في الملوخيه زي ما بشوف كده في البدايه، يعني حاجه بصراحه بتزعلني قوي. ماشي، طبعا كده خلصنا اكلنا النهارده، وان شاء الله تجربوه يعجبكم باذن الله، وبألف هنا وشفا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.